ام عمرو الزيادي انت منور. خلي وشك كده عشان الاضاءه. خلي وشك كده، لف لي كده عشان الاضاءه. انت منور النهارده حبيبي يا ابو نور. الاول احلى تحيه لاهل منية سمنود كلهم. على دماغ ابو نور. احلى ناس، نورتوني في محافظه البحيره. تسلم ابو نور. اول مره تيجي محافظه البحيره؟ اه اول مره. يبقى انت كده جاي لحد غالي عليك. حبيبي ابو نور. حبيب قلبي يا عم عمرو. انت نورتني الاول، ونقول لك الحمد لله على السلامه من الصفا. الله يسلمك يا ابو نور. ونورت البحيره ونورت المزرعه عندنا هنا، وده شرف لينا. حبيبي ابو نور. على جيتك الجميله دي. بويكا، ايه رايك في بويكا بقى؟ لا بويكا بالصراحه بصراحه فتره التدريب والله تمام. هيجي بقى. انا ما بجاملش. انا كله تمام والله. كنت مسافر بره وجيت بالسلامه، وكنت متابع معاك على الواتساب، ومن اول لحظه تمام كان الكلب ده داخل عندنا اجتماعي جدا، وبيخاف جدا جدا جدا. ما كانش عارف اي حاجه، والجمهور كان متابعه. والناس فرحت في الفيديو الاخير واستغربت من تغيير الكلب المفاجئ في الشراسه بعد ما كان بيخاف. وكان المشكله انا وانت عارفين ايه سبب المشكله. وعارفين ان الكلب عنده حاله اجتماعيه رهيبه جدا ومتعرف على كل الناس. وفوجئنا ان الكلب كان بيخاف من اي حد يقرب منه اول ما جه. ده غير ان هو كان كمان في تدريب الطاعه تحسوا ان في حد بيأذيه. ايوه كان قلقان لما نيجي نقول له اقعد او سلم او حاجه زي كده، كان قلقان ومرتبك وخايف، وحاسس ان هو في حمل على الكلب ده، على شخصيته. ايوه على ثقته. وقفه الكلب مفرحاني جدا في الفيديو. الوقفه دي انا ما شفتهاش في الكلب ده لما دخل اول ما جه. تمام. طبعا الحمد لله بفضل ربنا قدرنا نغير في الكلب وقدرنا. لا وهو انتباهه زاد واخد باله. ايوه لما شفت فيديو بويكا وهو بيهجم ومتعلق في المهاجم مش عايز يسيبه، كان احساسك ايه؟ انا بامانه كان مزاجي فوق الشو. اللي عجبني في الريكورد اللي انت بعته على الواتس الراجل اللي كان قاعد جنبي. ايوه تعالى يا حوده، تعالى يا حوده. اول ما شاف الكلب قال ايوه كده. يا حوده هو ما كانش مصدق برضه. طلعت منك صافيه. حبيبي احساسك كان ايه يا حوده لما شفته عامل اللي بيحصل ده؟ لا بامانه والله اول مره تشوف الكلب ده في الموقف ده. ايوه حصل. لا والله الله نور والله. عامل ازاي؟ انا بعته وعارف انا بعته عند مين والله، عند مين والله. حبيبي التغيير كان واضح معاك. طبعا كتير. فتره التدريب كنت مبسوط بالمتابعه. من غير انت ما تطلب بيجي لك كل يوم فيديوهات كل يوم كان بيجي فيديوهات، وكانت ما شاء الله كان في نتيجه. كان فيديو، كل فيديو كان بيبقى فيه تطور عن اللي قبل. يعني كل فيديو فيه تغيير عن الفيديو اللي قبله، كان الحمد لله يعني. انبسطت كمان لما شفته ان احنا مش ماشيينه اوف ليش، من غير ليش، وشغال معانا وماشي معانا والكلام ده كله تمام. حبيب قلبي. طب النهارده بقى لما جيت تشوف بويكا حالته ايه قدامك؟ لا هو حالته بسم الله ما شاء الله، غير ما انا كنت جايبه. انا بامانه ما كنتش متوقع انه يبقى كده بجد والله، ما بجامل. انت نورتني النهارده حبيبي ابو نور. كلامك الجميل ده شرف لينا حبيبي. وطبعا اهل منية سمنود ما بيقولوش حاجه مش على كيفهم، بيقولوا اللي في قلبهم. لا واللي ما بجاملش الصح بقى يعني المظبوط انا بقوله والله. ربنا يبارك لك والله بجد انا بجامل ابو نور. الله يصلح حالك ويوسع عليك وتسلم يا كبير والله. وربنا يبارك لك فيه يا رب، وفي الزياده دايما وفي الخير دايما. والمزرعه كلها هنا تحت امرك، ومحافظه حبيبي ابو نور كلها تحت امر اهل منية سمنود، اخواتي وحبايبي، الناس اللي مشرفيني. تسلم يا كبير. طبعا تحياتي ليكم وتحياتي لكل جمهورنا الجميل. يا جماعه ده كان بويكا. فتره تدريب كانت ما كانش عمري ما نقول كانت متعبه او مرهقه او ممله او حاجه، لا كانت فتره تدريب جميله بصاحبه. حبيبي ابو نور. بتفاعل صاحبه معايا في التليفون. وزي ما انتم عارفين انا بحترم جدا وبحب جدا صاحب الكلب اللي مركز مع كلبه. عايز نعرف كلبي ايه اخباره، هيوصل لايه، عمل ايه. وده اللي كان بيعمله اخويا وحبيبي عمرو الزيادي. حبيبي ابو نور. بويكا كان دايما يرن عليا وبيتابعني من بره مصر على فكره يا جماعه، ما كانش في مصر، بيتابعني من بره مصر وبيقول لي يا ابو نور الكلب وصل لفين، طب احنا الكلب ده هيبقى فيه نتيجه، طب ايه التغيير، طب ايه كذا ايه كذا. وكان لما بيشوف فيديو كان بينبسط جدا بكل يوم في تغيير الحمد لله بعد كسر الشخصيه. الكلب ده كنت لما بنشتغل بيه كنت بخاف انزل له فيديوهات علشان الناس ما تقولش الكلب ده مكسور كده ليه، خايف كده ليه. كنت بقلق من كده، بس صاحب الكلب كان عارف ان الكلب شخصيته مكسوره، جاي لي هنا شخصيته متدمره. لكن بفضل ربنا قدرنا نرفع راس بويكا لفوق بعد ما كان بيوطي ومش قادر ان هو يرفع راسه لفوق ياخد الاكل. كان خايف قلقان متخيل ان اللي قاعد قدامه هيضربه.
قدرنا نرفع راسه لفوق، قدرنا نخليه يفرد جسمه، قدرنا نخليه يهز ديله، قدرنا نخليه يلعب، قدرنا نخليه يقتنع بوجوده، قدرنا نخليه يهجم بكمامه ويمسك دراع ويمسك عصايه. كل الحاجات دي الحمد لله بفضل ربنا وبفضل محبتكم وبفضل متابعه الراجل المحترم عمرو الزيادي صاحب الكلب. كان عارف كل اسرار الكلب وعارف كل خباياه وعارف ايه سبب التغيير اللي الكلب وصل له قبل ما يجي لنا هنا. فدي كانت حاجه بتبسطني جدا ان احنا بنشتغل عليها. في الاخر نقول لكم تحياتي ليكم، تحياتي لكل واحد متابعنا وفاهم احنا بنعمل ايه. الفاهم يا جماعه غير اللي مش فاهم واللي مش عارف. تحياتي لكل واحد متابعنا من قلبه. تحياتي لاخواتي كلهم اهل منية سمنود. تحياتي لكل الناس الحلوه اللي بتتابعنا وبتجيلنا من ابعد المحافظات لحد محافظه البحيره. تحياتي لكم جميعا، وده كان بويكا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.